المقابلة كنا تنتظروها تكون فيها ندية كبيرة، لأنه بعد هزيمة فريق حسن أكادير في الجولة الماضية يعني دخل دائرة الحسابات، دخل داخل الشك كذلك. كنا تنعرفوا بأنهم ما تعيشوش استقرار، كاين عدة مشاكل داخل البيت. كنا تنتظروا تكون ردة فعل من طرفهم مسألة عالية. من الناحية التقنية أظن بأنهم اللاعب ديالهم الطويل خلق لنا مشاكل كثيرة، جرينا كثير، هما كذلك استفدوا من 3 أيام راحة أكثر منا. حنا المقابلة ديال الجولة الماضية كانت تأجلت لأسباب أمنية، كنا تنتظر بأننا غادي نعانيو من الضراوة البدنية، لكن في فترات كثيرة كذلك من المقابلة كنا خلقنا فرص للتسجيل، ما كانش تركيز، ما كانش لا لوسيديتي يعني في إنهاء الهجمة، وهذا المشكل تيتكرر. عندنا مشكل كبير في إنهاء الهجمة، حنا نشتغلوا كثير على هذا الجانب، رغم أنه حتى يعني لن أتكلم عن القرارات التحكيمية لأنني أحترم أهل الاختصاص، لكن سيناريو مشكوكي يعني بطاقتين حمراوتين. احنا كذلك اللاعبين ديالنا ما كانوش لاعبين، ما كانوش 100% دو لو بوتونسييل، كانت عندهم اصابات، كملوا المقابله باصابات. لاعب سوبو، لاعب عربي اللي طرد. ظن بانه تيبقى فوز مستحق هنيئا لحسن أكادير. حنا غادي نشتغلوا باش نعوضوا نقاط المقابله في الجوله المقبله، السبت المقبل امام اولمبيك اسفي داخل الدار وامام الجماهير. كاين لاسبوار، عندنا امل حسابيا لا شيء حسيم. المقابلات التي نستقبلهم داخل الميدان بالمؤازره ديال الجماهير ديالنا الغفيره، ما غاديش يكون عندنا هامش ديال واش عندنا اختيار سوى الفوز. في المقابلات اللي خارج الميدان اكيد بانه ما تنقلبوش على نتيجه التعادل، تنخرجوا عارفين باننا عندنا امكانيات باش نصنعوا اللاعب، باش نفاجئوا الخصوم في المرتدات. ضمن انه ضروري نرجع على هذه المقابله ديال اليوم، ضمن انه كنا نتي سوليد، ونتي زعما انتشارنا كان جيد، التنظيم الدفاعي كان يعني مستحسن، حتى الهدف اللي تسجل علينا يعني كره ثابته وماشي بشكل مباشر يعني فوالا صغير. ما كاين باش نجاوب على السؤال، نعم كاين الامل، امل كبير